هنتكلم النهاردة عن ملك مصري خاض 17 معركة كسبهم كلهم، وده اللي خلى خططه الحربية تدرس لحد النهاردة في كل الأكاديميات العسكرية في العالم. وعاشت مصر تحت حكمه فترة من أعظم وأزهى عصور، وبرغم إنه كان جنرال عسكري لكنه كان فارس وصياد ورياضي بارع ومميز، وكان معروف بحبه للفنون والعمارة. الملك تحتمس الثالث ابن الأسرة ال18، واحد من أهم وأعظم الملوك اللي خلدهم التاريخ. حكم مصر في القرن ال15 قبل الميلاد، وإنجازاته بيعتز بيها الجيش المصري لحد النهاردة، لأن سبب عقليته العسكرية كل ملوك الأرض. وكان أول قائد يدرس ساحة القتال قبل دخول المعركة، وكمان هو صاحب فكرة تنظيم الجيوش وتقسيمها لقلب وجناحين. وكان هو أول قائد يستخدم عنصر المفاجأة في الهجوم على العدو، وكان هو أول واحد يعدل على القوس الحربي ويصنعه من قرون الحيوانات، وده خلى السهام تبقى أقوى ومداها يزيد. وسبب براعة تحتمس الثالث إن مع أول سنتين من حكمه اتجمع أكتر من 35 زعيم من مملكة قادش، وأعلنوا ولائهم للمملكة الميتانية ضد مصر. والمملكة الميتانية دي كانت مملكة قديمة سيطرت على دولة أشور في غرب آسيا وأجزاء من سوريا والعراق وتركيا. وقرر تحتمس الثالث إن يدخل يدافع عن مصر في معركة اتعرفت باسم معركة مجدو، اللي بانت فيها قدراته وعقليته العسكرية، وكانت أشهر الحملات العسكرية المصرية في التاريخ. خرج فيها الملك تحتمس الثالث من القنطرة في سيناء، وقطع مسافة أكتر من 250 كيلو لغزة في 9 أيام، واتمركز عند جبل الكرمل عشان يواجه أعدائه قبل ما يوصلوا مصر. والملك تحتمس الثالث مش بس كان محارب عظيم، لا ده كمان اهتم بالنهضة المعمارية، وساب بصمته اللي بتحكي عنه لحد النهاردة. منهم معبدين بناهم في البر الغربي للأقصر، والصرحين السادس والسابع، وصالة الاحتفالات في معابد الكرنك اللي اتنقش على جدرانهم حكاية معركة مجدو، ده غير مقبرته رقم 34 في وادي الملوك، و7 مسلات متوزعة دلوقتي على عواصم العالم زي المسلة الموجودة في ميدان السلطان أحمد في تركيا. وتنتهي رحلته بنقل الموميا الخاصة بيه لمتحف الحضارة المصري في حفل نقل المومياوات المهيب. تقدر تزور المتحف وتشوف الموميا الخاصة بيه ومعاه مجموعة من أعظم الملوك المصريين. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمله شير، واكتب لنا في الكومنتس تحب نتكلم عن مين في الفيديو الجاي.